الله الكريم المنان ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمه ربه البيان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالبة سدى أبو ضياف من قسم التميز لأكاديمية الإتقان في علوم القرآن والقراءات. أما بعد، ها قد حلت علينا نسائم شهر رمضان بالبشر والبركة والرحمة، فيسعدني أن أذكر نفسي وإياكم ب10 وصايا لاغتنام هذا الشهر الفاضل أحسن اغتنام. أولاها: تعرف على فضائل شهر رمضان، تذكر أنه شهر المغفرة والرحمة، فكم من ذنوب غفرت في رمضان، وكم من درجات رفعت. ثانيا: تعلم أحكام الصيام حتى تكمل صيامك وتؤديه على أكمل وجه، فالصائمون كثر لكن ثواب صيامهم متفاوت. الوصية الثالثة: جدد التوبة وتخفف من الذنوب والمعاصي، فهي أكبر عائق لاغتنام هذا الشهر، فصاحب الذنوب مدرك لمواسم الخير ويخرج منها وهو غير مدرك لقيمتها. رابعا: اقرأ في سير الصالحين، فسلفنا الصالح سادة العباد أدركوا منزلة هذا الشهر، أدركوا منزلة رمضان فاغتنموه أحسن اغتنام، فتجد أحدهم يصلي أكثر الليل، يختم القرآن في شهر رمضان أكثر من مرة، يتصدق وغيرها من الأعمال الصالحات. فالقراءة في سيرهم تشجعك على التشبه بهم وتكون حافزا لك لاغتنام هذا الشهر في طاعة الله. خامسا: النية الصادقة والعزيمة الجادة، سببان عظيمان بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى للاغتنام، فانوي الجد والاجتهاد ومضاعفة العبادة في هذا الشهر. سادسا: ضع أهدافا تسعى لتحقيقها، أولاها وأعظمها الحفاظ على صلاة الجماعة، وتعويد النفس على قيام الليل وقراءة القرآن من أول ليلة في رمضان إلى آخرها، لا تتكاسل ولا تتهاون. سابعا: البيئة الصالحة خير معين للاغتنام، فنفس الإنسان تتوق للطاعة ولكن يحول بينه وبينها البيئة المعينة لتحقيقها. ثامنا: هيئ نفسك لرمضان وذكرها بفضائله، ذكرها بمنزلته وأنه أعظم المواسم لزيادة الإيمان ورفع الدرجات. الوصية التاسعة: أكثر من الدعاء ليوفقك الله سبحانه وتعالى ويسهل لك طاعتك، ولا تنسى في دبور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والوصية العاشرة والأخيرة: ببلوغك رمضان فتحت لك أبواب الجنان، فأسرع بالدخول إليها باغتنامك جليل الأوقات بالأعمال الصالحات، وانظر لشهرك أنه فرصة لن تكرر، وضع نصب عينيك دائما هذا السؤال: ماذا لو كان آخر رمضان لي؟ نسأل الله القبول والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.